أتعرف بيكي. مروة. أستاذة مروة، كام سنة؟ 32. 32 سنة. اتفضلي قولي مشكلتك. بص، هو مشكلتي إن أنا كنت متجوزة مم. وكنت زوجة تانية. تمام. يعني المفروض إن إحنا كنا متجوزين عن حب. تمام. فالفترة دامت 5 سنين. إيه؟ 5 سنين. تمام. 5 سنين جواز. اتجوزتوا 5 سنين ولا كنتوا تعرفوا بعض 5 سنين؟ لا، اتجوزنا 5 سنين. تمام، ودي أول جوازة ليكي في حياتك صح؟ لا، مش أول جواز، أنا كنت متجوزة قبل كده وكنت منفصلة. وكان عندك أولاد؟ معايا أولاد، معايا بنت وولدين. دول من الأولاني طبعا. اه. تمام كملي. المهم كان يعني تمام معايا وكل حاجة لحد من سنة تقريبا. مم. والد الأولاد اتوفى وكده. تمام، اللي هو طليق الأولاني. اللي هو طليق. تمام. فأنا كان معايا البنت والولدين كانوا مع والدهم، بس لما توفى طبعا ملهمش حد غيري فرجعوا لي. تمام. فمن السنة دي، من رمضان اللي فات، مم. يعني هو بدأ يتغير في معاملته، في طريقته. تمام. اللي هو بقى أنا مش ملزوم أصرف بحد على حد. مم. معايا بنتي، يعني اتخطبت مرتين وفركشت إن هو مش ملزوم أجهز حد. مم. حتى موضوع شغلي هو رفضه. تمام. كل ما اقول له شغل يقول لي خلاص تطلقي واشتغلي براحتك. تمام. بس بقى لما ولادي جم المعاملة اتغيرت، بقى يقول لي انت لقيتي البديل. مم. بقى يغير من ولادي. مم. بعد كده بقى في اخر فترة دي اكتشفت ان هو بيكلم اكتر من واحدة على النت. تغاضيت عن الموضوع وقلت يعني عايزة اعيش، عايزة اربي ولادي، يعني انا راضية باللي ربنا قاسمهولي. تمام. ما عنديش استعداد مثلا ان انا اتبهدل تاني. جميل. جت برضه لقيته من ناحية ولادي إن هو متغير. يعني حتى لو أنا بحبك وروحي فيك، ده ضنايا. طبعا. وأنا اتحرمت منهم لأن باباهم خدهم مني من ساعة ما اتجوزت. مم. يعني كنت ما شفتهمش 3 4 مرات على بعض، ما كنتش عارفة حتى مكانهم. مم. يعني كل ما أعرف مكانهم مم. أروح ياخدهم ويمشي في مكان تاني. فبهدلت كتير على ما ولادي رجعوا لي. ولادي كانوا معايا تمام. في البداية وكان مرحب بيهم وقال لي هم قبل منك وكل حاجة. حلو قوي، يعني هو في البداية خالص لما جه كان يتجوزك موافق. كان كان موافق موافق. بالأولاد إن هم يعيشوا معاكم، ده صح؟ كان موافق جدا. جميل قوي. طب إيه اللي وقال غير لي إيه اللي غير تفكيره؟ إن الأولاد مثلا بدأوا يكبروا، بدأت الطلبات بتاعتهم تكبر معاهم، إن في واحدة عايزة ولا تتجهز كانوا بيطلبوا منه أي حاجة. أنا كنت راضية لا بأقل ما هو أقل لا، حاجة. ما هي في بنت دلوقتي عايزة تتجهز. أنا قلت له أنزل أشتغل وأنا ده حل أجهز كويس بنتي. طبعا، ايوه طبعا ده حل كويس طالما انت مش مش قادر ان انت تجهز بنت. اصل بنت اه دلوقتي هتتجهز منين؟ مفيش اب وانا الام. طيب تمام. لو انا وهو دلوقتي ما يعني جهزتش، الصراحة ولا خال ولا عم ولا حد بيسأل مفيش فيهم. بقى، هو مفيش الا انت مفيش. دلوقتي اللي موجوده. لو انت طيب. دلوقتي ما جهزتش بنتك مين أنا هيجهزها؟ مفيش مش حد تاني. تمام مع حضرتك في الكلام ده. مم. أنا قلت له أنا أشتغل وأنا ملزوم من ولادي وأنا جاهز بنتي. أنت ربنا قدرك على حاجة ماشي، ما يجراش حاجة. كل ما أكلمه يقول لي تتطلقي مم. وعايزة تشتغلي براحتك. هو على فكرة إحنا انفصلنا. ده تاني شهر ليا كده من يوم 13 يعني انت دلوقتي 3. منفصله؟ أنا دلوقتي سبته. تمام قوي بسبب الموضوع ده. هو بسبب ولادي إن ما عنديش استعداد إن أنا يعني أخسرهم تاني. ومش طايقهم عشان بس نكون واضحين. وهو مش طايقهم. مستتقل الموضوع على نفسه. طب هو وغير مبدئيا عامل كده ايه؟ يعني
ميسور، ماشي لكن الحال مش يعني. يعني، لكن مش تمام يعني على قد حاله برضه. على قد حاجة كنت راضية عايشة يعني بأقل ما حاجة. اقصدش عليك انت، انا اقصد مثلا ايه، يعني لو ربنا كرمه مش هتفرق البنت مجهزه، انما لو هو على قد حاله ومحدود الدخل هيفرق معاه طبعا، ان هو طبعا هيفرق معاه. تمام. البيت التاني ده يعني بيطلعوا بالعافية لما أنا بتحايل عليه، يعني عشان بيبات والدته عندك كمان موجودة معاه. اغلبيه الوقت بيبات أغلبية عندك انت. الوقت، أغلبية الوقت مش عايز يطلع، لدرجة إن هم قالوا إن أنا خدته من عياله. مم. وأنا كلمت إخواته كذا مرة وكلمت والدته، أنا بتحايل عليه إن هو يطلع لهم، مم. علشان اللي هعمله ربنا هيقعدهولي برضه. صحيح. وربنا اللي يعلم كنت بعامل ولاده ازاي، وما قصرتش في يوم معاه ولا مع والدته ولا مع اي حد فيهم، الحمد لله كلهم كانوا بيحبوني. مهما يحبوك مراته عمرها ما هتحبك طبعا. لا، مراته عادي، انا ما كان في بيني وبينها اي كلام، بس كنا بنشوف بعض عادي لما بكون عند اخته وهي موجوده عادي. ما تشوفوا فيش اي بعض حاجه. عادي، تشوفوا بعض مش عادي، انت كده كده يمين انا عارفه شمال هي انت. مش هتصفالي، مش عمرها طبعا، هتصفالي، وده حقها، مش ان انت هتصفالي، اللي وهي جاية حقها. عليها طبعا. اديك انت فانا بتقولي لما شكيت ان هو بيكلم واحدة على الفيسبوك او على السوشيال ميديا انا اتضايقت. طب تخيلي تمام. بقى لو راح اتجوز الواحدة دي مش بيكلمها، حط نفسك مكان مراته، انت عملت انا معاه. حاطه نفسي مكان، اه وعارفه كل يعني اللي انت حضرتك عملت طبعا بتقوله. مع مراته حاجة، فسيبك بقى ان هي تصفالك او ما تصفالكيش، هي عمرها ما على هتصفالك. فكره، هو ما اتجوزش من وراها ولا من ورا اهله، هو قال لها وهي قالت له اتجوز. ما هي مهما تقول له اتجوز بس من جواها هي موافقة، عشان نكون واضحين، عمرها ما هتوافق. لا اكيد، لا طبعا طبعا. اكيد. تخسري راجل في حياتك ويجي ألف غيره، ولا تخسري عيالك؟ ما انت معاكي لا دلوقتي اخسر كفتين. راجل، اخسر راجل، انا اخترت ولادي، نسيت عشان اخترت ولادي. بس اديك انت قلتي هو ما شالكيش بأولادك وباعك، انت عمرك ما ينفع تشتريه وتبيع عيالك، عمرك ما تعملي كده ولا ينفع عمري، تعملي كده. انا ماليش غيرهم في الدنيا. طبعا. اه هتتعبي، اه طبعا هتتعبي ان انت طبعا قصة حب اتدمرت في شهرين. بس اقول لك على حاجة، مهما تكوني هتتعبي فانت هتتعبي شوية وهتنسي، انما لو خسرت عيالك لحد ما تموتي هتفضلي تعبانة. وانا ما سامح نفسي. طبعا انت ممكن دلوقتي يعني ايه، ربنا جعل نعمة النسيان. عارفة ممكن دلوقتي لو في راجل دخل بجد حياتك ووافق ان انت تشتغلي، او وافق ان هو يساعدك في الاولاد او ايا كان العرض اللي هو يعمله ايه، صدقيني انت هتنسي التاني. انما انت لو خلفتي 100 عيل مش هتنسي ضفر بنت انت رميتيها، عمرك ما هتنسيه. ف هم ولادي نقطة ضعف. اه طبعا دي نقطة انا ضعف بعت اي حد الدنيا في الدنيا. كلها عشان خاطر ولادي. م? إن أنا قعدت كذا سنة محرومة من ولادي، ما صدقت رجعوا لي. طبعا. فاللي انت عملتيه ده بس يا هو كل مروة، صدقيني اللي انت عملتيه ده عين العقل. انت خدت انت ولادي. عايشه فين اصلا دلوقتي، شقه مين ولا شقه مين؟ أنا خدت شقة إيجار برضو. طب وانت شغاله ايه؟ أنا حاليا دلوقتي ولا شغالة ولا حاجة. طب يعني هي بنتي دلوقتي، بنتي هي اللي نزلت مصنع كده طب وفلوس وقالت لي المصنع بتكفيكوا انتوا كلكم؟ معايا ولدين غيرها، وأنا نفسيتي متدمرة لدرجة إن ماليش نفس لأي حاجة. لا بص يا مروه، انت اللي انت بتعمليه ده هيدمر نفسيتك اكتر، انت دلوقتي عايشه على امل ان هو يرجع لك. لا لا صدقيني لا، هو. أنا بتكلم مع حضرتك، أنا تعبانة ونفسيتي تعبانة من الموضوع، بس أنا مش عايزة أرجع له، لا لأن انت هو ما بتضحكي على تمسكش نفسك، بيا برافو لحد آخر عليكي، لحظة. برافو عليكي. هو باعك، لدرجة هو يعني أنا باعك. أنا عايزة أقول لك على حاجة، مش عارفة إن كانت دي غلط ولا صح اللي أنا عملتها. مم. لما خدت ولادي ومشيت وخدت مم. السكن ده، مم. أنا عملت إيميل وكلمته من عليه، يعني قلت برضه أشوفه يمكن لا لا شاريني، لا يمكن. لا لا لا، هيكلمك وهيجي معاكي وكل حاجه. يعني لدرجة إن اه هو طبعا طبعا. عاش الدور ووصلت طبعا. للجواز وجواز، والكلام ده ما هو كله. بصي انا عايز برضك افهمك نقطه انت ما خدتيش بالك منها. اللي يتجوز على مراته مره قادر يعملها كذا مره. في صح. ناس في ناس عندها الجواز ده
وفي واحد تاني اللي اتجوز على مراته مرة بيفضل يكرر الموضوع يكرر الموضوع، يتجوز دي ويطلق دي. فانت أيوة. متخيلة ان هو يقعد عايش على ذكرياتك؟ لا طبعا. هي مراته لا. متقبلة خلاص ان هو يتجوز واحدة تاني، يعني ما عندهاش مشاكل، مش هيخش في مناورات مع مراته. فهيبدأ أيوة. يدور على الزوجة التانية اللي هتيجي تقعد في الشقة اللي انت مشيتي منها. فلا طبعا، صح. هو باعك. صح. وطالما هو باعك، صدقيني صدقيني انت عملت الصح يا مروة، واشتريتي اولادك. وباذن الله باذن الله ربنا هيكرمك عشان خاطر اولادك، عشان إن خاطر ان شاء انت الله. ما رميتيش اولادك. بس كل اللي انا عايزه لا. منك تهدي خالص. البني ادم ده لازم تشيليه من دماغك عشان تعرفي تعيشي. طول ما انت حطاه في دماغك، انت لا هتعرفي تشوفي حياتك، ولا هتعرفي تعيشي، ولا هتعرفي تفكري، ولا هتعرفي تشتغلي، ولا هتعرفي تخرجي، ولا هتعرفي تشوفي. مش هتعرفي تعملي اي حاجه. وان شاء الله العريس اللي هيجي لها من عند ربنا هيكرمه، وهيقدر ان هي ما عندهاش اب وما عندهاش حد هيساعدها، وهيقدر حاجه زي كده. انما لما يخش يلاقي امها متجوزه والراجل مكبر دماغه، مش زي ما يكون مفيش حد في حياة مامتها وهم على الله خالص، ودي حريم واولاد صغيرين وانا هقف معاهم. ده هيجيلك من عند ربنا. بس إن انت شاء دلوقتي الله. عشان تشوفي حياتك وتستقر. انت في القاهرة؟ أهو. كنت شغالة في حاجة، في مهنة معينة طيب كويسة فيها؟ لا والله، لما كنت بشتغل عميلة عادي في مستشفى، في أي حاجة. كان أي ربنا شغل يقويك طيب. يتفق معي. اه احنا في فرص طبعا، عندنا شغل بتيجي كتير جدا جدا. فانا اخلي حد دلوقتي بعد ما اقفل معاكي يتواصل معاكي ويشوف لك فرصة شغل، طبعا ان شاء الله ان شاء الله تكون مناسبة ليكي. بس إن من شاء الله. ناحية تانية عشان تركزي في شغلك وتركزي في حياتك، البني ادم ده يا مروة يشيلي 5 سنين من عمرك. لا خلاص والله، شيليهم. يعني هو بس انت الموقف. لسه، معلش للأسف. معلش معلش، احنا من البداية غلطانين. عشان ما نضحكش على بعض، احنا من البداية غلطانين. فاحنا غلطنا، ربنا عاقبنا في الاخر. اتبسطنا 5 سنين وحرقنا دم مراته 5 سنين. برضك مش هنغمز نفسنا. احنا بنقول اللي لينا وبنقول اللي علينا. انت تمام. كنت عايشه معاه 5 سنين مبسوطه، مراته عايشه 5 سنين متعوسه. فمعلش جت تركايه منه في الاخر كده مش حلوه ومش ظريفه، توقعيها منه ان هو اصلا كان بايع مراته. فعادي لما يبيع صح. مراته التانيه. فهو من البداية الموضوع كان كله غلط في غلط طبعا. بس احنا بنرجع ونقول ايه، اللي فات مات، مش هنقعد نحاسب نفسنا. احنا نركز في اللي جاي، ونشوف مستقبلنا في اللي جاي، ونشوف اولادنا اللي هم بالدنيا كلها. وتسيبك أكيد منه طبعا. خالص. ان إن هو شاء الله كلمك خير. او هو رجع لك، فكري 1000 مرة ان هو ممكن يكون لا، دي راجع لك. حاجة أنا عايشة عشان أخلص منه. اتنزلت له مؤخر وقايمة وكل حاجة بناقص، احنا مش علشان عايزين منه أخلص حاجة. منه. احنا انت دلوقتي اشتريتي عيالك وبعتيه هو بكل أكيد حاجته. طبعا، أكيد طبعا، دول بس بالدنيا هو كلها، دول بفلوس يعني. الدنيا. أكيد طبعا، أكيد. فانت ما تضايقش نفسك. إن شاء الله. الحمد ربنا لله. يوفقك، وانا اخليهم يتابعوا معاكي باذن الله. ماشي، اتفضلي شكرا يا جدا استاذه مروه. لحضرتك. عافية. شكرا. اتفضلي اتفضلي.